2 ستات مختلفين تماما، واحدة شديدة الكفر وواحدة شديدة الإيمان. نحكي الأول عن شديدة الإيمان، ودي كان اسمها خولة بنت ثعلب. خولة بنت ثعلب كانت متزوجة من أنس بن صامت، وكانوا هما الاتنين بيحبوا بعض جدا، وكانوا من الناس اللي عايشين في سعادة وهنا، وكان لهم أولاد وطال بينهم العمر فترات طويلة، وطبعا دخلوا في الإسلام مع بعض. وفي يوم من الأيام صحي أوس فلقى خولة بتعمل ايه؟ بتصلي وبتسجد وبتقوم. طبعا هي كانت جميلة، ولكن في الوقت ده كانت كبرت شوية في السن، فلقى ان هي برضو لسه جميلة زي ما هي، فقعد يداعبها، فطبعا نهرته، يعني ابدت رفضها، يعني ان هي كانت بتصلي فعايزة وقت ده للصلاة. فهو زعل، فراح قال لها ايه؟ انت عليا كظهر امي، يعني هو حرمها على نفسه خالص. طبعا هي زعلت لان هي بتحبه، وهو برضو كمان ازاي انا قلت كده؟ رجع في نفسه، انا مش عارف اعمل ايه، ده انا كده حرمتها عليا. ودي كانت حاجة موجودة في ايام الجاهلية، ان لو الراجل عاوز يحرم زوجته عليه يقول لها انت عليا كظهر امي. طبعا ما فيش حد بيتجوز امه. فالمهم فتعمل ايه؟ راحت خولة تكلم النبي عليه الصلاة والسلام وقالت له انا مش عارفة اعمل ايه، لقد فعل أوس بأنه هو قال لي أنت علي كظهر أمي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها ما معناه إن أنا منزليش الوحي في أي حاجة تدل على إني أقولك تعملي إيه، منزلش عليا الوحي بحاجة زي كده، فأنا ما أقدرش أقولك حاجة ما نزلتش عليا. فطبعا زعلت ومش عارفة تعمل إيه، وتروح له تاني يقول لها نفس الكلام، وتروح له تالت، فمش عارفة تعمل إيه. قعدت تصلي وتدعي الله سبحانه وتعالى وهي تبكي وتقول له يا رب يعني حل لي مشكلتي، أنا مش عارفة أعمل إيه. إن هي خدت العيال هيجوعوا معاها، سابت له العيال هيتشردوا معاه، هو هيصرف عليهم لكن مش هيراعيهم، فمش عارفة تعمل ايه. وبعدين هي بتحب جوزها وجوزها بيحبها. المهم أراد الله سبحانه وتعالى في مرة من المرات بعد ما راحت للنبي عليه الصلاة والسلام أن يغشى عليه النوم، فنام، فجه له الوحي إن هو يا إما يعتق رقبة أو إن هو يصوم 60 يوم متتابعين. يعني إيه متتابعين؟ يعني لو فطر يوم في النص يرجع يوم من الأول، أو يتصدق بإطعام 60 مسكين. طبعا راحت قالت لجوزها كل الكلام ده كله، فراح للنبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له تقدر تعتق رقبة؟ قال له لا. قال له تقدر تصوم 60 يوم؟ قال له لا، ده انا راجل لو ما اكلتش مرة واتنين ممكن اقع من طولي وراجل تعبان. قال له طب تقدر تأكل 60 مسكين؟ قال له لا، إلا إذا كنت أنت تساعدني. فالرسول عليه الصلاة والسلام ساعده وخلاه يطعم 60 مسكين. ديت كانت قصة الست المؤمنة والرجل المؤمن اللي هم خافوا من عذاب ربنا، وكانت في لحظة حصل فيها شيء مش كويس، ولكن رجعوا لصوابهم وحاولوا إن هم يعملوا الصح. أما بقى الست اللي هي في جيدها حبل من مسد، فهي امرأة أبو لهب. طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما دعا للإسلام دعا في البداية بدعوة سرية، وده كان لفترة بسيطة لغاية ما يبقى مع الرسول عليه الصلاة والسلام بعض الناس اللي هم أمنوا بيه. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى أمروا بأن الدين يبقى جهرا، فلما أمروا بكده فصعد النبي عليه الصلاة والسلام في ذات يوم من الصباح، وصعد على جبل الصفا وقال يا صباحاه، يعني إيه؟ بيخبر الناس عشان تتجمع. فلما أخبرهم قال لهم أنتوا بتصدقوني في كل شيء ولا لا؟ لو قلت لكم إن العدو جاي لكم في الصبح وجاي لكم بالليل وفي أعداء هتهجم عليكم أي حاجة مش هتصدقوني؟ قالوا له طبعا احنا هنصدقك لأن انت الصادق الأمين. وهو كان قبل حتى الدعوة كان مشهور بالصادق الأمين، لأنه عمره ما كذب وعمره كمان ما سجد لصنم. فقالوا له أيوة طبعا. قال لهم طب أنا بقول لكم دلوقتي إن أنا نبيكم وإن بين يدي عذاب شديد. فرح أبو لهب اللي هو يعتبر يبقى عم النبي عليه الصلاة والسلام قال له تبت يدك يا أخي، هذا جمعتنا عشان كده؟ تبت يعني هلكت. فطبعا نزل هنا فيه القرآن وقال تبت يد أبي لهب وتب، يعني إيه؟ يعني هو اللي هلك وهو اللي ضاع، اللي هو أبو لهب. أما امرأته فهي حمالة الحطب، فكانت بتجيب الحطب واللي فيه شوك وتحطه بالليل في طريق النبي علشان لما يجي يصلي في الفجر أو يصلي قبل الفجر ويروح الجامع فرجليه تتغذى في الشوك، وده لأن هي كانت بتكرهه كره جامد جدا. فبعدين هي كان ليها عقد بتحبه قوي، عقد ثمين وغالي، فقالت إن هي هتبيعه علشان تكون تصرفه على تبقى ضد الدعوة بتاعة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني
وتصرفه في كل شيء ما هو يهلك الإسلام أو يبعد الإسلام أو يهلك النبي، تصرفه في كل حاجة فيها أذية يعني. فربنا سبحانه وتعالى أبدلها به عقدا من النار في نار جهنم. عشان كده تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. فيفضل هذا العقد حوالين رقبتها في نار جهنم وهو من النار أيضا. أرجو إن كده أكون يا حبيبتي وضحت لك الفرق بين الاتنين. هذا فرق شاسع بين النور والظلام، النور وبين الماء الرطب والماء الجميل الساقع في الصيف، وبين النار كفانا الله شره. سلام بقى يا حبيبتي. ودي كانت حكايتنا النهاردة. كل قصة ربنا ذكرها في القرآن كان وراها معنى كبير ورسالة لازم نفهمها بعقولنا وقلوبنا. خليكم دايما فاكرين اللي يتمسك بدينه عمره ما يضيع. استودعكم الله، ولينا لقاء جديد إن شاء الله في حكاية تانية من حكاية الإيمان.